مسك الشرطي محمد من قميصه وجره ويا الأطفال، ومحمد يتوسل لنا إنه ما مسوي شي والأطفال مو أولاده. بس الشرطي ما اهتم لكلامه ووداه لمركز الشرطة، وهناك حطه بغرفة طولها 5 أمتار وعرضها 4 وأي 10 أشخاص ما يعرفهم. ريحة الغرفة النتنة والوسخة قريبة منه، وبلش يحكي بصوت عالي إنه بريء ويريد يحكي ويا المدير المركز. ولما انكثر حكي والصياحة جرى الشرطي وهدده بالضرب إذا ما يسكت. وهنا ما قعد محمد وهو متضايق من حظه العاثر وحياته. بدأ السجناء يحاولون يهدوه، وبعضهم بين الضوجة من صوته وإنه بيهم اللي مكفيهم، وأخذ سجين ثاني سيجارة وأعطاها إليه. وبعد عدة ساعات استسلم محمد من قلة حيلته وبلش يلوم نفسه، لو ما جاي لبغداد كان ما انسجن. ومر يوم الأول كأنه سنة. بالصبح جاء الشرطي ونادى باسم محمد عبد العزيز. فرح محمد يمكن المدير يسمع له وينصفه، وقعد محمد ويا مدير المركز وهو خايف. وبلش المدير يحكي شنو اسمك وشغلك شنو وليش تربي الأطفال. جاوب محمد بسرعة ولهفة يا سيدي أنا شاب فقير من بابل، ومن ضيق الحال وقلة الشغل نصحتني أمي أجي لخالي لبغداد لأن الشغل هنا هواية. واشتغلت ويا واحد عامل تنظيف ورافقه بالسوق أشيل أغراضه وأخدمه بمكتبه. ومن كثر ثقته بي علمني السياقة وصرت سائقة وعائلته الخصوصي، وكنت ما أصرف راتبي أخذني. وبعد مرور 3 سنوات مات الرجل واستغنت عني عائلته، وعطوني مال نهاية الخدمة لأن كنت أمين وياهم. وجمعت فلوسي ويا الفلوس اللي حصلتها منهم واشتريت سيارة واستأجرت بيت. وخالي ساعدني أثثه وزوجني بنته، كان يحبني ويعتبرني مثل ابنه. وكنت أطلع من الصبح الوقت متأخر من الليل. هذاك اليوم وقفتني وحدة وركبت وياي، وكان وياها طفل رضيع. لما سألتها وين قالت للمقبرة لأن زوجي متوفي وأريد أزوره. وكانت لابسة نقاب وملابس سوداء وشايلة جنطة. ولما وصلنا قالت انتظرني هنا وأعطيك اللي تريده، بما أنه الجو حار راح أخلي ابني وياك نص ساعة، وكل ما تنتظر أكثر أزيدك. بصراحة سيدي أنا طمعت فطلبت منها ضعف الأجرة، ووافقت بسرعة بدون اعتراض. وقالت هاي قنينة حليب إذا جاع الطفل، وهزيت براسي إنه فهمت. ومشت بسرعة بين القبور واختفت. مرت ربع ساعة ونص ساعة وأنا صابر، بس الطفل صحى وبدأ يبكي. مرت ساعة وزاد بكاءه، وبلشت أدور شيء أسليه بيه. وفجأة شفت جنطة، ولما فتحتها ما لقيت غير ملابس الطفل وحليب وشوية فلوس. مرت 2 ساعة وأنا بهالحالة، ورحت أدور على أمه بالمقبرة. ومشيت هواي وأنا صيح يمكن أحد يدليني عليها والقاها. ومن شفت أمشي سمعت صوت طفل ثاني يبكي على القبر. فالتفتت قربت وشفت طفل ثاني، وحطيت الطفل اللي بيدي يمه وبلشت أحاول أسكت الاثنين. وهنا مسكني الشرطي وظن إنه أنا اللي رميت هذول الجهال. نظر الضابط بغضب واستهزاء وقال تريدني أصدق هالحكي وتتهرب من المسؤولية؟ أنت الأب. ونادى الشرطي وأمره ياخذه للسجن. سحب محمد وهو يصيح بصوت عالي أنا بريء والله ما سويت شي. مر أسبوع، ولما يأس محمد إنه أحد يصدقه حكى ويا الشرطي الواقف على باب السجن. قال له كاتب رسالة ويريد يوصلها لبيت خاله مقابل الفلوس، وفعلا نفذ اللي يريده. بعد كم يوم اجى خاله يزوره، وحمد ربه انه شافه سالم، وقال له انه دور عليه بالمستشفيات وسهل اصدقائه. محمد حكى اللي صار، فقال له خاله راح احكي ويا الضابط وانت اسكت ولا تعترض على اللي راح اقوله. رد محمد بس طلعني من هالمصيبة واني اسوي كل شي تأمرني بيه. لما اجى الضابط شاف خاله يضرب محمد ويصرخ عليه ليش ترمي الأطفال يا ظالم. ومحمد يعتذر ويقول ما راح أسويها مرة ثانية. هز الضابط راسه وقال له اعترفت أخيرا، بس ليش رميتهم؟ قال محمد ما عندي شي بهالدنيا، وكل اللي عندي للطفلين من الناس وأمهم مريضة وما تقدر تربيهم. قام الضابط وربت على كتف محمد وقال الحل مو ترميهم، راح نوديهم لدار الأيتام بس تعطينا اسمك وعنوانك وإحنا نتكفل بالباقي. بعد كم يوم طلع محمد من السجن وباع سيارته وأثاثه ورجع البيت أهله ببابل. مرت سنين بس مرته ما جابت أطفال.
بعد مراجعة الأطباء تأكدوا إنه ما يقدرون ينجبون. قال محمد لمرته إنه ما يريد أطفال وهو راضي بنصيبه لأن ما يقدر يعيلهم. مرت السنين ومرت الأيام، دقوا الباب 2 شبان لابسين مرتب ونظيف وقالوا أنت محمد؟ استغرب وقالوا ليش تركتنا بدار الأيتام؟ ليش ما زرتنا كل هالسنين؟ تخليت عنه. تذكر محمد كل شي وقال تفضلوا سلموا على أمكم. حضنهم وقال سامحوني يا أولادي، سوء الحال خلاني أستحي أزوركم، خفت يعيروكم بيه. قالوا كل شي راح يتغير، احنا كملنا دراستنا واشتغلنا ونريدكم تجون ويانا لبغداد، اشترينا بيت نتكفل بيكم ونوديكم حج وعمرة ونفرح بيكم مثل ما تفرحون بينا. فرح محمد باوع المرته وابتسمت وكأن الدنيا أخيرا قررت تضحك لهم.